الحقل والثار والمحرات والساقية نزرع ونحصد وناكل من محاصيلنا. في صورة بديعة تتناهى إلى جمالها روعة الخلاق فيما رزق، بعد أن من الله تعالى بالأمطار الغزيرة على مناطق تهامة ليستنفر أبناؤها لحصاد محاصيلهم الزكية لمختلف أنواع الحبوب في موسم الحصاد الذي طال انتظاره، مستبشرين بما من الله به عليهم من خيرات هذه الأرض الطيبة، حامدين له بعد توكلهم عليه في مشهد يجسد الهمة والعزيمة التي يمتلكها مزارعو تهامة. يتسارع المزارعون نحو تلك السنابل التي تحمل البشرى برفع رؤوسها اليانعة مؤذنة بقطافها، ومن ثم يتم استخراج الحبوب بالطرق البدائية أو باستخدام آلة الحصاد. ففي سهل تهامة تدهشك أعذاق الحبوب التي تكاد تعانق السماء وهي تتمايل بأغصانها المليئة بالمحاصيل التي ترفد السوق في ظل ظروف الحرب والعدوان التي تمر بها البلاد. فلا شيء أجمل من روعات خيرات بلادنا الغنية بحباتها الخضراء لتعكس بذلك تناغم المجتمعات الزراعية بأخلاق المزارعين. فمن يزرع الأرض ما يهتان ولا يدق الشقى بابه.